بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم. في هذه الدقائق إن شاء الله هكلمكم عن موضوع مهم جدا وشيق جدا تحت عنوان حص الدين. وعنوان حلقة اليوم هو الأنشودة أو الكلمات الرائعة والكلمات الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم أنشدها في الحرب مع اليهود. وكم مرة أنشدت هذه الأنشودة في الحروب مع اليهود، وإيه هي الفوائد اللي احنا ممكن نستخدمها من هذه الأنشودة ومن هذا الفعل. احنا حاليا يا جماعة الناس متخبطة، يعني الموضوع ده مهم جدا لينا كمسلمين من ناحية رفع الروح المعنوية. مهما شعرت بأن العدو قوي وبأن العدو مسيطر، من شروط الإيمان إن الإنسان لا يتقهقر ولا يتراجع خطوة عن الثقة في نصر الله مهما حصل. تمام. ويجوز للإنسان أن يسري عن نفسه باستخدام الطرق المقبولة. يعني احنا نستنتج من ذلك الأمر، احنا حاليا الإسلام بيحارب مع اليهود، أو الإسلام ضد الكفر. تمام. أو الكفر يريد أن يقضي على الإسلام. بنشوف مناظر قتل، بنشوف مناظر سفك للدماء، طبيعي تحزن النفس، ولكن ياريت نكون منضبطين، يعني لا نيأس من روح الله، ولا في نفس الوقت نبيع القضية ونفرح فرحا شديدا ونهيص ونزقطط ويعني وإيه وننسى القضية خالص، أو نحزن لدرجة إن احنا نيأس. تمام. طبعا أنا أكرر، ما زلنا نحن جند غير مباشرين. في غزوة الأحزاب ما حصلش فيها قتال كثير، ولكن حصل فيها اختبار للمسلمين، ولما نجحوا في الاختبار ربنا أنزل ريحا وجنودا لم تروها. تمام. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى إذن الأنشودة اللي احنا هنتكلم عليها، او اللي انا هتكلم عليها في هذا الفيديو وفي هذه الدقائق، الهدف منها ان احنا نستنتج يجب رفع الروح المعنوية عند المسلمين مهما بلغت قوة العدو. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أو في غزوة الخندق، بالرغم من الجوع وبالرغم من نقله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في حفر الخندق للطوب والتراب غطى شعر صدره الشريف، بالرغم من ذلك كان يتغنى أو كان ينشد أبياتا من كلمات الصحابي الجليل عبد الله ابن رواحة. تمام. هذه الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الألا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا طبعا هذه يعني مقطوعة من الكلمات وليس الكلمات كما ذكرت نصا في الحديث فيما معناه، يعني عشان ما نذكرش ما نقول لكمش الحديث بصورة خاطئة. ولكن الشاهد في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر هذه الأبيات يقول أبينا يمد الألف بتاعت أبين أو كلمة أبين. تمام. فإذا أنه مع الاختبار الشديد وجوع المسلمين والحصار وكثرة القبائل المتحالفة مع اليهود ضد الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وكان بتواضعه الشريف صلى الله عليه وسلم يذكرهم أو يغني هذه الأبيات أو ينشد هذه الأبيات تيسيرا أو تسرية لقلوبهم ولقلبه صلى الله عليه وسلم. فده دل إن إحنا لازم تكون روحك المعنوية عالية، إنك أنت لا تيأس. يأسك كأنك أنت فشلت أو كأنك أنت تزعزع إيمانك. ولو لاحظنا دائما مع النظام ومع الثقة بالله في غزوة الخندق كانت الغلبة للمسلمين وكان النصر للمسلمين مع كثرة أعداد الكافرين، ولكن الموضوع موضوع اختبار وثقة في الله. تمام. هذه الأنشودة نفسها في غزوة خيبر، عايزين ناخد الملاحظات دي يا جماعة. إن في الحرب مع اليهود لازم الروح المعنوية تكون عالية مهما بلغوا ومهما سيطروا علينا من قتل ومن سفك للدماء. لابد أن لا نتزعزع ولا نفقد الثقة في الله عز وجل أبدا، لأنها حرب دين ونأخذ بكل الأسباب. تعالوا شوفوا في غزوة خيبر كان نفر من الصحابة رضوان الله عليهم وهم ذاهبين لقتال خيبر، فواحد منهم طلب من الصحابي الجليل عامر ابن الأكوع، تمام، أن ينشد له. قالوا له ألا تسمعنا شيئا من هنيناتك، يعني زي من دندناتك كده وإحنا ماشيين، وهم رايحين يحاربوا مين؟ اليهود. فقال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخر الأنشودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائق، يعني مين اللي هو بيقول ده هذا الكلام؟ فقالوا له عامر، فقال يرحمه الله، وكان تبشيرا له بالشهادة. خرج في الحرب مرحب، وكان فارس يهودي، وبدأ الحرب المعنوية بتاعته أو الحرب المعنوية ضد المسلمين، وأنشد قائلا أنا الذي سمتني أمي مرحب وقد علمت خيبر أني مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحبا وقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الليوث أقبلت تحرب، فليسأل عن صولتي المجرب. فرد عليه سيدنا عامر وقال أنا عامر
استشهد طبعا سيدنا عامر، وقبل أن يبارز مرحب أنشد أيضا أبياتا تدل على يعني قوته وشجاعته. فالشاهد في القصة هنا حرب معنوية. يعني شوف مرحب طالب قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهبوا، فليسأل عن صولتي المجرب. دخل عليه سيدنا عامر قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. تمام. وتبادلوا طبعا الضربات والطعنات، وسيدنا عامر سدد ضربة لمرحب، ولكن كان سيف سيدنا عامر قصيرا فارتد إليه. يعني وقع السيف، أحد الروايات بتقول وقع السيف من إيد مرحب من شجاعة سيدنا عامر. فلما هم أن يضربه حصلت حركة كده يضيق المقام لشرحها، كانت سبب استشهاد سيدنا عامر. حتى قيل أيضا من الملاحظات اللي لاحظتها، حتى قيل إن عامر يعني قاتل ليقال يعني عايز الرياء وعايز السمعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني برأه من ذلك وصد كلام الناس عنه. تمام. وأيضا ده برضو دايما يعني أنا أشك في أن اليهود هم من يطلقون هذه الشائعات، وكذلك يعني قصة فرق تسد دي يعني يستخدمونها حتى الآن، ومعروفين الصفات اللي عندهم، زي مثلا فرق تسد، زي نقض العهود، ما لهمش عهد، ما لهمش كلمة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد عامر قال لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وكانت لسيدنا علي رضي الله عنه. تمام. تخيل بقى مرحب هذا البطل الفارس الشجاع وهو أجهز على عامر، لأن طبعا تفصيل الرواية ما كانش ظاهر لكل الناس، ولكن المشهد إنك المسلمين وداخل قصاد الموت، فلم يتقهقر أحد مع قوته. دخل سيدنا علي برضو ما زال مرحب يغني ويقول ويصول ويجول: أنا الذي سمتني أمي مرحبا، وقد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا ما الليوس أقبلت تحرب، فليسأل عن صولتي المجرب، أضرب حينا أطعن حينا وحينا أضرب. راح سيدنا علي رضي الله عنه قال له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أكلكم بالسيف كيل السندرة، كليس غابات شديد القسورة. تمام. وسيدنا علي سدد له ضربة فصل رأسه عن جسده. فالشاهد في القصة أولا ملخص هذا الكلام: لا نحزن، ما ينفعش نحزن، وما ينفعش نفرح فرح التراقص اللي موجود في مواسم كثير من البلاد العربية الآن. وأيضا ما فيش حاجة إن احنا نستخدم رفع الروح المعنوية. ما تقوليش المقاطعة ما جابتش نتيجة، ما تقول لا، هو بيحارب عن دين وعن عقيدة، وانت بتحارب عن دين وعن عقيدة. انت جندي غير مباشر، لكن ما ينفعش تكون سبب في هزيمة الجنود المباشرين. يجب أن تكون معنوياتك مرتفعة لآخر درجة. حتى الدليل على ذلك يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ترتيب الصفوف قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يهرب من المعركة حتى انتصر على الكفار. يبقى إذن استنتجنا من هذه الحصة
ومن هذه الدقائق استخدام الروح المعنوية العالية التي كانت تستخدم قديما باستخدام الشعر الحربي أو الشعر العربي الذي يستخدم في القتال. وهو كان يخرج مرحب ويقول، ورد عليه سيدنا عامر ورد عليه سيدنا علي. واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كلمات الصحابي الجليل الشخصية العسكرية الكبيرة عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فثبت الأقدام إن لاقينا. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لي ولكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.